بتعشق يا مستر كولر نلعب لحد اخر دقيقة في الدوري عشان نشوف هنكسبه ولا هنخسره. قبل اي حاجة كل التحية والتقدير لواحد من احسن الحراس اللي دخلوا في تاريخ الدوري المصري، هو المهدي سليمان. كان بيوجه رسالة للكابتن حسام حسن وبيقول له انا ما ينفعش اخرج بره منتخب مصر. لا قعد لحد الدقيقة 75 ومكتفي بالهدف اللي هو اصلا كنا متوقعين ان انت اصلا هتتعادل. احنا جبنا اشرف داري عشان يتصاب، وياسر ابراهيم المفروض ان هو رجع فما لعبوش، فحصل كوارث من ناحية خالد عبد الفتاح. اول وتاني وتالت ورابع وعشر ومليون. ليه عمر الساعة ما بيلعبش؟ وليه مستر كولر ما قاعد عمر الساعة على الدكة؟ وهل انت هتخلي عمر الساعة يبقى زي كريستو ورضا سليم وتركنه، ولا ولا الصفقة دي انت اصلا مغصوب عليها؟ انا مش متخيل ان احنا احسن فرقة في افريقيا واكتر فرقة مش عارفة تستغل المحترفين بتوعها. فرقة بتلعب 11 لعيب، اللعيب الوحيد المحترف هو باك شمال وهو يحيى عطية الله، والباقيين كلهم قاعدين على الدكة ومفيش اي وجه استفادة من المحترفين.